السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنعمل الدناش أو البريوش بطريقة سهلة وبسيطة جدا، حاجة كده مورقة وجميلة. معانا ربع كوباية مية، هنحط عليها 3 معالق سكر كبار ومعلقة كبيرة خميرة فورية. هندوب كده السكر في الخميرة الأول ونسيبها تتفاعل يعني وتخمر. ومعانا كيلو دقيق، هنحط معلقتين لبن بودرة. ممكن تعملي نص الكمية لو مش عايزة تعملي كيلو دقيق، ممكن تعملي نص كيلو دقيق. وهنحط معلقتين لبن بودرة ونقلبهم، ومعلقة بيكنج باودر وبيضاية، والبيضة نحط عليها شوية فانيليا سايلة أو بودرة اللي يعجبك، ومعلقة خل. وهنحط بقى الخميرة وانزل باللبن بالتدريج للعجن، وممكن تحطي نص الكمية لبن ونص الكمية مية. اديها حوالي طبعا يعني هو خد حوالي 400 جرام لبن، وطبعا على حسب كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. هنعجن بقى فيها كده وننزل باللبن واحدة واحدة لحد ما نلاقيها خلاص بقت عجينتها مظبوطة. هننزل بمعلقتين زبدة بعد ما تتعجن خالص، في الاخر ننزل معلقتين زبدة ونعجن تاني. تبقى العجينه معاكي كده طريه كده، يعني بتلزق حاجه خفيفه كده بسيطه خالص، مش سايله ولا ماسكه قوي زي ما احنا شايفين كده. هحطها بقى في طبق واسيبها تخمر شويه، سيبها حوالي نص ساعه تخمر. انتوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش بتعليقاتكم. هنا بعد ما العجينه خمرت معايا، اهبط بقى كده العجينه وارش رشه دقيق، واكور العجينه كور صغيره عشان احنا هنعملها طبقات فوق بعض عشان تدينا التوريقه اللي بتبقى في الدنش او البريوش زي ما احنا شايفين كده. هخلص بقى انا كل الكميه. هنا بعد ما كورتها كلها وسبتها ترتاح شويه، همسك بقى كوره كده كده وابططها، افردها بقى كده بالفراده. هنعمل حوالي كل 10 كرات فوق بعض. همسك اجيب بقى طبق كده واحط فيها كوره كوره، وبين كل كوره وكوره ادهن دهنه زبده ورشه نشا. رشه النشا دي بتساعد على التوريق ما بين الطبقات، رشه بسيطه خالص زي ما احنا شايفين كده. هعمل بقى كده اعمل بقى كل الطبقات كده. هنا برضو زبده واحط ما بينها نشا. هنا بعد ما خلصت كل الكميه بوريكم كام طبقات فوق بعض ازاي. هنسيبها بقى ترتاح بقى شويه، ممكن تدخليها التلاجة شويه ربع ساعه ولا حاجه عشان الزبده تتمسك شويه. بعد كده تبططيها بقى وتفرديها كده بايدك، وبعدين تفرديها بالمردنه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. تفرديها بالراحه كده تتفرد معاكي بكل سهوله لانها ارتاحت وهتتفرد معاكي بكل سهوله. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد. متنسوش بتعليقاتكم. هنقلبها بقى على الوش التاني ده عشان الوش اللي فوق ده يبقى الوش الخارجي. هنجيب بقى معانا مربى مشمش وندهنها بقى كده في النص، يعني ندهنها كده كلها كده. لو مفتاح مربى مش ممكن نحط رشة سكر ونلفها بقى كده رول بالراحة كده معانا بكل سهولة. هنقفل بقى من تحت كده كويس قوي بعد ما لفيناها رول. وهنجيب بقى القطعة بتاع البيتزا او السكينة ونقطعها بقى قطع صغيرة كده. هنا بقى نجيب صينية مدهونة زبدة ورشة دقيق ونحط فيها كورة كورة كده، وبعدين كده نسيبها شوية ترتاح شوية مفيش دقيقتين كده، ونبططها ونفردها في الصينية. وبعد ما خمرت معانا شايفين هنا انا لما بططتها سبتها تخمر شويه، يعني حجمها ضعف ازاي. هنجيب بقى معلقتين لبن وعليها معلقه سكر وندهن وشها كده، وممكن لو عايزه تدهني وشها بيض تدهنيها، وتدخلها الفرن على اعلى درجه حراره على الرف اللي في النص. لو اتحمرت معاكي من تحت ممكن تحمرها من فوق. هنا بعد ما خرجت معانا شايفين شكلها عامل ازاي. هندهن بقى وشها مربى مشمش برضو، او ممكن عسل ابيض او شربات تقيل المتاح عندك. طعمها حلو جدا ومورقه وخفيفه جدا. اهم حاجه تخلي الفرن على اعلى درجه حراره، ولو استوت من تحت تشغلها من فوق عشان تبقى كريسبي كده من بره وطريه من جوه زي ما احنا شايفين كده. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس.